هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 11720 كيلو هرتز أو 25 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايل سات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى من أجل إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير. أحييكم وأرحب بكم. أنا أمل علي من إذاعة صوت المنتدى وفريق العمل لهذا اليوم الأربعاء 12 من فبراير. في ساعتنا الإذاعية لهذا المساء نبدأ معكم بنشرة للأخبار، يلي ذلك قراءة للبرنامج السياسي لمنتدى الحوار الوطني. بعد ذلك نقف معكم على عملية فنقل البطولية في الذكرى 24 لتحرير مدينة مصوع. تتخلل ساعتنا لهذا المساء العديد من الفقرات الفنية ووقفة شعرية مع الشاعر السوداني الكبير محمد الفيتوري. أتمنى لكم متابعة طيبة وأهلا بكم. نتكلم الدنيا ترفد ابنا هلبو، ترفد ابنا هلبو، ترفد ابنا هلبو. حقنة الأبيات نو فقر منه لس أبو فقر منه، لس أبو فقر منه، لس أبو. حكو يمدركا يدا وحكو حقا مسكو. صوت المنتدى. في عناوين نشرة هذا المساء: أفورقي في حوار مع وسائل الإعلام المحلية: أنصح من ينادون بالديمقراطية في إريتريا أن يبحثوا عنها في كوكب آخر. شريط فيديو يظهر استمرار السفارة الإريترية في بريطانيا بجمع ضريبة 2%. وهيومن رايتس ووتش: متاجرون بالبشر خطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين أفارقة في سيناء. تفاصيل النشرة: في حوار مطول أجرته وسائل الإعلام للنظام الحاكم في أسمرة يوم أمس الأول، قال إسياس أفورقي أن من يعتقد بأن إريتريا الديمقراطية والتعددية حتما يعيش في القمر أو في كوكب آخر. ونصح أفورقي من وصفهم بمن يركبون موجة الديمقراطية بعدم إضاعة الوقت، وقال: من يعتقد بالديمقراطية وتعدد الأحزاب في هذا البلد يمكنه البحث عن مكان آخر في هذا الكوكب. كما تناول في لقائه مسألة لجوء الشباب الإريتري إلى إسرائيل والدول الغربية، متهما جهات خارجية باستخدام الشباب الإريتري من أجل تفريغ القدرات الداخلية وإضعاف إريتريا التي تخشى منها دول إقليمية لم يذكرها بالاسم. واتهم أفورقي الشباب الذي يهرب من جحيم نظامه الديكتاتوري بالسرقة، وقال: يتعلمون في إريتريا على حساب الحكومة والشعب، وكان عليهم خدمة أسرهم والمجتمع بدل اللجوء، ولذا أسمي ما يفعلونه بالسرقة.
وقال إن استمرار هروب الشباب من إريتريا لن يقف أمام تنمية البلاد، وأنه لا ينشغل بغيابهم إذا كان هناك شاب لا ينفع، من الأفضل إزاحته حتى لا يعرقل العمل. ولم يخفي أفورقي انحيازه إلى جانب حكومة سيلفا كير في النزاع الذي يشهده جنوب السودان مع نائبه السابق رياك مشار، واصفا الأخير بالانتهازي الذي تعود على افتعال المشاكل منذ أيام كفاح الجنوب من أجل تقرير المصير. وتحدث أفورقي لساعة ونصف الساعة عن الأمن الغذائي والتنمية ومشاريع هلامية لا تلامس الواقع المعيشي في إريتريا. أظهر شريط فيديو نشرته الآي بي تايمز مطلع الأسبوع أن السفارة الإريترية في العاصمة البريطانية لندن ما تزال تعمل على تحصيل ضريبة 2% من المواطنين الإريتريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، على الرغم من تأكيدات المسؤولين البريطانيين في وقت سابق بأن هذا النشاط قد تم إيقافه. وتظهر لقطات صورة سر داخل السفارة في لندن أن شابا إريتريا يعيش في بريطانيا منذ عام 1990 ويدعى سايمون أجبر على دفع ضريبة الدخل 2% بأثر رجعي منذ أن بدأ بالعمل في شركة التأمينات رومفورد إسكس. وتشير المقابلة مع مسؤولة في السفارة الإريترية أن الذين لم يدفعوا ضريبة 2% لا يحصلون على الخدمات القنصلية. ووصف سايمون وهو شاب إريتري في العقد الثالث من العمر ويحمل الجنسية البريطانية ما حدث بأنه ابتزاز، خاصة من قبل حكومة ديكتاتورية تحكم بواسطة رجل واحد دون انتخابات ولا سيادة قانون. ويعتبر جمع ضريبة الدخل 2% من المواطنين الإريتريين الذين يعيشون في الخارج انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 2023 الذي يدين استخدام إريتريا التحويلات المالية لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. والحكومة البريطانية تدعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفرض عقوبات ضد إريتريا. وفي مايو من عام 2011 أبلغت الخارجية البريطانية سفير أفورقي في لندن أن جمع الضريبة من الإريتريين المقيمين في المملكة المتحدة غير قانوني ويعتبر خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ولكن في يوليو من عام 2012 كشفت تحريات خاصة من قبل آي بي تايمز أن سفارة النظام في لندن لم تتوقف عن جمع الضريبة من الإريتريين في بريطانيا. وفي 20 من ديسمبر من عام 2012 أثار مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية مخاوف حول هذا التصرف مع سفير أفورقي في لندن، وطلبوا منه التوقف عن استخدام الوسائل الغير مشروعة لجمع الضرائب في المملكة المتحدة. ويعرض شريط الفيديو الجديد الذي تم تصويره بكاميرا مخبأة في 18 من ديسمبر من عام 2013 داخل مقر السفارة والكائن بشمال لندن بوضوح تبادل الحديث بين سايمون وإحدى الموظفات في السفارة عن ضريبة 2%. كشفت منظمة Human Rights Watch في تقرير نشرته اليوم أن تجار البشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين معظمهم من إريتريا في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء، طبقا لأقوال عشرات الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات في هذا الشأن. واتهمت المنظمة مصر والسودان في بيان تناقلته وكالات الأنباء بالإخفاق في بذل الجهد الكاف لتحديد المتاجرين وملاحقتهم، وكذلك المسؤولين المتواطئين معهم في خرق التزام البلدين بمنع التعذيب. ويحمل التقرير المكون من 79 صفحة بعنوان "تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، وهو يعمل على توثيق كيفية قيام تجار البشر المصريين منذ عام 2010 بتعذيب الإريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، ويوثق كذلك حالات التعذيب على أيدي أشخاص آخرين في شرق السودان. ونقلت المنظمة عن ضحايا الناجين قولهم أن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً عن اعتقالهم وانقاذ الضحايا. وقد أنكر المسؤولون المصريون وجود انتهاكات في سيناء. هذا وقد طالبت منظمة Human Rights Watch السلطات المصرية باستغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للقبض على تجار البشر، وخاصة بالقرب من بلدة العريش، والتحقيق مع أي أفراد أمن متواطئين معهم عند قناة السويس وفي سيناء.
وعلى السودان أن يحقق في التواطؤ مع المتاجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل مدينة كسلا وحولها بما في ذلك مراكز الشرطة. نهاية النشرة. حكوي مدركا يدا وحكو حقا مسكبو بربن مسكبيس نديبو إيكي بسنية وسرتا يبي قريت تمية فقاية ترتا سمع مني مالتي سلحوية حيسني سلحوية حيسني ومرت رياتك حيسني يموت مسلوم وانبر مثل الولاد حيسني يموت مسلوم وانبر من ميت دفنوني وقبر سني تقبر من هاللي حويتهم أتهاجكم تخبر بجكم ولا صحابهم رمدي بمسلوم بربن مسكبي ور بالله أكلني بربن مسكبي ور بالله أكلني سرنا طاب قبي ولا سرو كدي حبعي هليت وستر كانوا بجي كلست حبعي هليت وستر أنا بعي كلسادي بكلها كان خطر حقوني قراهم سكوا هلو دي مدر أو يندي سادنا بدم أباي قلنا سلحوي حيسني سلحوي صوت المنتدى. فانقل وتعني اقتلع الشيء من جذوره. عملية فانقل تلك الملحمة التاريخية التي أتت اسما على مسمى، حيث مهدت الطريق للاقتلاع النهائي لجيش الاحتلال الإثيوبي، واستحقت أن تعد بوابة التحرير، لأنها العملية العسكرية الأوسع من حيث الرقعة الجغرافية التي دار عليها القتال ضد العدو، ومن حيث كم ونوعية الوحدات التي شاركت فيها من جانب الجيش الشعبي لتحرير إريتريا. فقد أنجزت وحدات المشاة والدروع والبحرية دورها في الهجوم المتزامن دقيق التخطيط، وحققت انتصارا
على قوة تفوقها من ناحية العدة والعدد. كانت عملية فنقل تجربة أخرى يتفوق فيها الجيش الشعبي لتحرير إريتريا على آلة الحرب الإثيوبية المدعومة من عتاة الدنيا حينها، ويكسر الحاجز النفسي الذي لازم التجربة منذ المحاولة الأولى لتحرير مسوع في العام 77، حيث توفر عنصر المفاجأة في التخطيط لفنقل وفي التنفيذ، وأيضا في التعاطي مع مجريات المعركة برا وبحرا. أما الأثر المباشر لتلك العملية الفذة فقد كان بداية العد التنازلي لوجود الاحتلال الإثيوبي في إريتريا من ناحية، ولنهاية نظام الدرج على مستوى العموم من ناحية أخرى. فقد كان تحرير مسوع يعني فرض حصار بري وبحري وجوي أيضا على حركة الإمدادات العسكرية، وتضييق الخناق على أسمرة التي لم تعد لها أهمية استراتيجية بعد أن أصبحت تحت مرمى نيران الجيش الشعبي، واستحكمت الحلقات حول نظام الدرج المتهاوي وقتها. إن أهم ما جاء به انتصار فنقل هو التفات العالم لما يدور في المنطقة الأكثر أهمية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتهيئ الأجواء لميلاد بلد جديد في بقعة عانت كثيرا من التجاهل المتعمد. أثناء إنجاز عملية فنقل وبعدها قدمت إريتريا أرواح شهداء كثر، وكانت طلعت الطيران الإثيوبي في حملتها الانتقامية واستهدافها اليائس للمدنيين سببا في أن يسقط الكثير من الضحايا المدنيين العزل، لكنها لم تشكل عقبة أو حاجزا يمنع الشعب الإريتري من مواصلة مسيرة الانعتاق. الآن نسترجع كل تلك الأحداث بمشاعر متداخلة فيها الفخر وفيها الحزن، فخر بالصمود الخرافي الذي فتح بوابة الانتصار، وحزن على أصحاب تلك الدماء الزكية التي خضبت تراب الوطن وكانت مهرا للحرية، الحرية التي حرمها إسياس زمرته على شعبنا. هنا حق أن نتساءل عن جدوى الاحتفالات بالشكل الرسمي الذي نراه. هل إقامة الحفلات الراقصة سنويا يمكن أن يمثل مصدر افتخار لصناع الانتصار الحقيقيين؟ هل تعد مسوع نفسها لاستقبال تلك الكرنفالات البذخية بعد أن هجرها أهلها وعادت مدينة بلا سكان؟ كيف يتعامل نظام أسمرة مع جرحى حرب التحرير وأسر الشهداء عموما؟ هل حقق حكام أسمرة شعار النصر للجماهير الذي دفع الشهداء لتحقيقه غالي الأثمان؟ الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من علامات الاستفهام الشاخصة ستساهم في أن نحتفل بشكل متعافي بذكرى ملاحمنا البطولية على امتداد مسيرة الكفاح الوطني الإريتري. نتكلم الدنيا ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو حكنت الابيات لو فقر منه لس أبو فقر منه لس أبو فقر منه لس أبو حكو يمدركا يدا وحكو حقا مسكبو
مقابر سني تقبر من هاللي حويتهم أتهاجكم تخبر بجكم ولا سحاكم عمدي بمنصور نبر ابن مسكبي ور بالله أكلني نبر ابن مسكبي ور بالله أكلني سرنا طاف قبي ولا سروا قدي حبعي هليت وستر كانوا بجة كلست حبعي هليت وستر أنا بعيد كلسادي بكل أكان خطر حقوني قراهم سكو هلو دي مدر هوين دي سادنا قدم أباي قدام صوت المنتدى. البرنامج السياسي لمنتدى الحوار الوطني. 1. الوضع الحالي في إريتريا. حرم الشعب الإريتري من حق تشكيل حكومة من اختياره والعيش في سلام وحرية وعدالة، وقد ركز صعود ديكتاتورية استبدادية كل سلطات اتخاذ القرار في شخص رئيس الدولة، وتم تهميش المجلس الوطني الذي أسسته الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1993 ليكون بمثابة هيئة تشريعية انتقالية إلى حين قيام انتخابات تستند إلى دستور وطني مصادق عليه بشكل ديمقراطي خلال فترة انتقالية مدتها 4 أعوام. فجمد الدستور الذي تم التصديق عليه في عام 1997 تحت إشراف الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الجبهة الحاكمة حينها والتي حلت محل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. لم تكن أجهزة ومؤسسات الجبهة الحاكمة حينذاك حاضرة لممارسة أي أدوار عملية لأكثر من عقد من الزمان، وبالتالي فإن الرئيس يتمتع بسلطة مطلقة ويحكم البلاد دون أي قيود قانونية أو مؤسسية. لقد وصل اقتصاد البلاد الواقع تحت سيطرة وتوجيه الرئيس من خلال مقربين مسؤولين أمامه شخصيا إلى الحضيض، وتحول إلى اقتصاد كابونات، حيث أصبحت الحياة لا تطاق بالنسبة للمواطنين الذين يعتمد أغلبهم على التحويلات المالية من الأقارب في الخارج. وتعيش البلاد حالة حرب لا نهاية لها، حيث يتم قسرا تسليح كل من بلغ 18 إلى سن 70 من العمر، ولهذا يهرب من البلاد يوميا المئات من الشباب الإريتريين بسبب السيطرة المباشرة للحكومة على حياتهم. ومع أن البعض وجد ملاذا وملجأ، فقد تعرض الكثيرون لمصاعب هائلة بما فيها الإتجار بأعضائهم البشرية، ويقبع عشرات الآلاف من المدنيين في السجون دون المثول أمام المحاكم. يتحدى الإريتريون بشكل متزايد الاستبداد، وتوجد المعارضة المنظمة الآن داخل وخارج البلاد، وتعتبر أحداث فورتو الأخيرة حيث استخدمت وحدات من الجيش القوة لإعلان مطالبها بحكومة دستورية وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين مثالا عن المدى الذي وصلت إليه المعارضة للنظام. ومع تزايد حدة القمع الوحشي تنمو المعارضة الداخلية رغم حظر حرية التعبير والتنظيم في البلاد وانعدام آليات دستورية للانتقال للنظام الديمقراطي.
وفي ظل الظروف الحالية وبينما التغيير حتمي ووقته قد حان، فإن هناك مخاوف متنامية من خطر حدوث فراغ سياسي وانهيار للدولة. لذا فإن التحرك في الوقت المناسب ضروري لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه، ولبحث وسائل التغيير وتجنب الفوضى وإراقة الدماء. ومن أجل تحقيق هذه الغاية أسست مجموعة من الشخصيات الإريترية المنتدى الإريتري للحوار الوطني ليكون إطارا للإريتريين المؤيدين للديمقراطية، وليعملوا معا من أجل إحداث تغيير سياسي سلمي ومنظم في إريتريا. الأهداف: العمل لجمع مؤيدي التغيير الديمقراطي من داخل وخارج البلاد ليحل مكان الديكتاتورية الحالية في إريتريا هيكل حكم عادل يقوم على دستور يضمن حقوقا متساوية لكل المواطنين، حرياتهم الأساسية وحقوقهم الإنسانية، والمساواة في الوصول للخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص لتطوير أنفسهم وبلادهم. المبادئ: 1. وبما أن إريتريا تعيش تحت حكم ديكتاتوري مطلق، فهناك حاجة ماسة للانتقال إلى حكم ديمقراطي وإنقاذ الشعب والبلاد من المعاناة المستمرة والدمار. 2. يجب بذل كل جهد ممكن لإحداث التغيير بالوسائل السلمية. 3. الظروف الموضوعية للتغيير مهيئة، لكن في ظل الدولة البوليسية القائمة وفي ظل وجود قيود صارمة على حرية التعبير والتنظيم، فإن هناك حاجة ماسة لاستخدام الحريات المتاحة في الخارج لدعم العمل السري المنظم والتحضيري الجاري في الداخل. 4. الرئيس الحالي مسؤول عن كل الجرائم والضرر الذي لحق بالبلاد والشعب، فهو بالتأكيد لا يمكن أن يتوقع أن يكون جزءا من التغيير. 5. يمكن للرتب الكبيرة والمتوسطة من ضباط الجيش والمسؤولين الآخرين في الحكومة الحالية الراغبين أن يكونوا جزءا من التغيير لإنقاذ البلاد والشعب، فإن كل الذين يدعمون التحول لنظام ديمقراطي يجب أن يرحب بهم. 6. نحن نؤمن أن التغيير سيأتي من داخل إريتريا يقوده أناس مخلصون، ومع ذلك ندرك أنه من أجل تحقيق نجاح سريع ودون إراقة دماء، فإن الجهد الداخلي يحتاج دعم الإريتريين في الخارج، سواء كانوا منظمين كأحزاب أو أفراد، مثلما يحتاج دعم المجتمع الدولي. ولسنا في حاجة للتأكيد بأننا نرفض أن تشارك بشكل مباشر أي قوة خارجية لإحداث التغيير في إريتريا. 7. لقد قمنا بتأسيس منتدى الحوار الوطني ليعمل كمحفز لتسريع التغيير، ويساعد على إيجاد برنامج حد أدنى مشترك للتغيير بين قوى المعارضة الإريترية، ويعمل على ربط مؤيدي التغيير بالخارج والداخل، ويحث المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه مساعي الشعب الإريتري من أجل العيش في سلام وحرية في وطنه. فضلا عن ذلك يسعى المنتدى للتأسيس لعلاقات حسن جوار مع كل البلدان على أساس عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتعاون المشترك فيما بينها. 8. من أجل تسريع التنمية المشتركة والسلام المستدام، فإن هناك حاجة للتعاون الوثيق بين دول الإيجاد، وهو ما سيقود للتكامل الإقليمي. 9. للخروج من حالة اللا حرب واللا سلم، ولضمان سلام مستقر بين البلدين الجارين إريتريا وإثيوبيا، فإن هناك حاجة لأن تقوم إثيوبيا وبدون شروط مسبقة بتنفيذ قرارات لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، وأن يلتزم البلدان بقرارات لجنة التحكيم، وأن يوقفا حالا الأعمال العدائية المتبادلة، وأن يطبعا علاقاتهما. المرحلة الانتقالية: العمل على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي من شأنها أن تضمن: 1. إصدار دستور يتضمن الحريات المشار إليها أعلاه. 2. تأسيس هيئة تمثيلية من ممثلين منتخبين من قبل الشعب لسن القوانين ومراقبة الحكومة. 3. انتخاب حكومة عبر اقتراع عام. 4. تشكيل مجلس إنقاذ وطني بقاعدة واسعة يتكون من ممثلين للهيئات والجماعات التي تدعم التغيير كما هو موضح أعلاه. 5. تشكيل إدارة انتقالية تعمل على تنفيذ الأجندة المشار إليها أعلاه. 6. الانتقال لنظام ديمقراطي بحكومة عقد اجتماعي مساق بطريقة سليمة يربط الحكومة بالشعب. المهام العاجلة: 1. تفعيل منتدى الحوار الوطني. 2. تشكيل وتنشيط فرق عمل حسب ما تقتضيه المرحلة لتسهيل العمل وتحقيق أهداف منتدى الحوار. 3.
السعي من أجل الحصول على قبول واسع لأهداف المنتدى وأجندتها السياسية أعلاه كبرنامج حد أدنى لكل العناصر المؤيدة للتغيير في البلاد. 4. العمل كحلقة وصل بين من يدعمون ويعملون من أجل التغيير داخل وخارج إريتريا. 5. العمل من أجل الحصول على دعم إقليمي ودولي لأجندة وجهود التغيير في إريتريا. منتدى الحوار الوطني. منتخى أمينة فقرخا تقنيته نزل عالم ناتكاي هزبي ناتكي إريترا أسي 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 يا أسي 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 يا أسي 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 يا أسي 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 يا أسي كنت تمسديد سمع لأن التابت حكاية زمن كسانة وفويدا نولد ولدا بسامة خبر كسم حد النتكا نزل عالم ينبر نولد ولدا بسامة خبر كسم حد النتكا نزل عالم ينبر ينبر نفسي كبغانا بغا برهان سبسر كان للمغانكا انت بعرقية حولت من الناس حلمي صغير كا نبهي وكون الناس كايو لو مون كم تمال عين عيدس بادا ميرا زي كهم نبلبال عين أغيلو زي ملس تعواتي هزبي عين كبر خازن أخا كوينو مزاربي تحبسو بدس تعالو عسي عسي وفراس ميرو تحبسو بدس تعالو عسي عسي وفراس ميرو حقوسو بدس تعالو عسي عسي وفراس ميرو سميرو بدس تعالو عسي عسي وفراس ميرو سميرو 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 أرمانا نسايا ملك عيد كبرت هوتنا وفينا نبرا بهوت نايمة بسعى تغلي بدمنا تعبي أفريقاوي تهجر عدلوا هزبي بوكن هايمانوت بوانقوا بزرقيت منيت كأمكينهم كنقطو خابصلي دبزاز كرلو زمن قبز بلدنا حيال كتم كايو نخلو زمكنه عقوس كمان بسا إريتراوي حياة مزنايا بالكان بوناتي لا بونات 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 يبلالو نفسي كبغانا بغا برهان سبسر كندل بمغانكا اي ارمانا النسايا ملك عيد كبران شاي هودنا وفينا نمبرا به هوا شاي نمبزع تغلي بدمنا تعبي شاي أفريقاوي برهان عدلوا هزبي شاي نسغ عدنا نسغ تسفانا شاي مدرقنا تكوني الريعان ببي
قبلنا كل مدى شما شما بل كل مدى شما شما بل نلعو لنا الخبرة قل حدر لنا زي سكر حدر لنا زي سكر حدر لنا الخبرة قل حدر لنا زي سكر. صوت المنتدى. أعزائي، تحولت إريتريا في واقع الأمر إلى سجن كبير، فمنذ أواسط سبتمبر من عام 2001 وباعتقال 11 شخصية حكومية من المناضلين لأنهم رفعوا أصواتهم وانتقاداتهم لنظام الحكم الذي كانت وما زالت تسير عليه حكومة إسياس أفورقي الديكتاتورية، واعتقال 10 من الصحفيين لنشرهم معلومات تكيل الانتقادات لهذه السياسة، وإغلاق النظام جميع الصحف المستقلة. لم يرى أي من المعتقلين حينها وإلى اليوم من قبل أي شخص خارج جهاز المخابرات وأمن الدولة، بما في ذلك أسرهم ومحاميهم وحتى منظمات مراقبة السجون، ولم يمنحوا فرصة المثول في أي جلسات قضائية أو محاكمات علنية أو سرية، بل تم سجنهم وحبسهم في سجون سرية فردية وجماعية وفي أوضاع غير إنسانية أدت إلى وفاة البعض منهم حسب المعلومات المتناقلة من الداخل، ومعاناة آخرين من ظروف صحية جسدية ونفسية قاسية. ولم تجد كل نداءات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أي آذان لدى الحكومة الإريترية، حكومة إسياس أفورقي الديكتاتورية، ولم تستجب لأي طلب في الإفراج عن هؤلاء السجناء أو تقديمهم إلى المحاكمة أو حتى السماح لأسرهم وذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم. بل ازدادت وتيرة العنف في التعامل مع أي مجموعة أو فرد يسعى إلى رفع صوته بالنقد أو المطالبة بالتغيير في ظل ظروف معيشية قاسية تمر بها البلاد. وتجلت آخر ظواهر هذا العنف في الاعتقالات المتكررة، حيث كان آخرها اعتقال مجموعة من رجال الدولة والعسكريين بعد تحرك 21 من يناير العام الماضي في أسمرة. واليوم تلقب إريتريا بكوريا الشمالية الإفريقية في إشارة لنظامها الديكتاتوري الشمولي الذي يمثله نظام إسياس أفورقي الحاكم. إن سجون إسياس التي لا ترحم صغيرا ولا كبير، رجلا كان أم امرأة، علمانيا كان أم دينيا، أصبحت اليوم علامة مميزة لفترة حكمه، واحدى أهم العوامل التي دفعت بالكثيرين إلى الموت في المعتقلات والطرقات ومعسكرات اللجوء. ولكن طال الوقت أم قصر، سيتجلى قول الشاعر السوداني الكبير محمد الفيتوري في تأكيده لحتمية زوال هذه السجون وتلك الأنظمة: أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق. أقول فيها: أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق، وإذا الفجر جناحان يرفان عليك، وإذا الماضي الذي كحل هاتيك المآقي، والذي شد على الدرب وثاقا لوثاقي، والذي ذوب ألحان الأسى في شفتيك، والذي غطى على تاريخنا في كل وادي فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي. أصبح الصبح وها نحن على البعد التقينا. التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يسقي بذور الذكريات.
أبدا ما هنت يا إفريقيا يوما علينا. أبدا ما هنت يا إفريقيا يوما علينا، بالذي أصبح شمسا سطعت ملء يدينا، وشذا تعدو به الريح وتختال الهوينة يا بلادي. أصبح الصبح قباب عاليات وبيارق تفرش الأفق، ودقات نحاس وطبول. إيه يا إفريقيا الكبرى التي تبني المشارق، أنا ما زلت أرى وجهك في ضوء الحرائق أمس، والظلمة كانت تسكن الدرب الطويل، والخطى فوق الخطى، والجفن فوق الجفن عالق يا بلادي. أصبح الصبح لنا خلفك يا صبح الحصاد 1000 صبح قد نسجناه بأضواء العيون، أيها القادم محمولا على سمر الأيادي، أيها القادم محمولا على سمر الأيادي، يا حصاد العرق الدامي وميراث الجهاد، أيها التاج على جبهة شعبي وبلادي. ما أروعك اليوم على هذا الجبين. أصبح الصبح ونحن على النور التقينا. أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان. أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان. وإذا الفجر جناحان يرفان عليك أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان. أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان بان. وإذا الفجر جناحان يردفان علي. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي. لا أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي. وإذا الفجر جناحان يرفان عليك الحزن الذي كحل هاتيك المآقي. وإذا الحزن الذي كحل هاتيك المآقي.
والذي شد وثاقا بوثاقي الذي بعثرنا في كل وادي فرحة من كل قلب يا بلادي كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا تقادير البطولات بجيل التضحيات تقادير البطولات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبصر في الأرض حضور الذكريات أبدا كل شهيد قهر الظلم ومات شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبصر في الأرض. صوت المنتدى. نتكلم الدنيا ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو حكنت الابيات نوف اقرا منه لس أبو فقر منه لس أبو فقر منه لس وفي ختام برامجنا لهذا المساء إليكم إعادة لنشرة الأخبار. صوت المنتدى. في عناوين نشرة هذا المساء: أفرقي في حوار مع وسائل الإعلام المحلية أنصح من ينادون بالديمقراطية في إريتريا أن يبحثوا عنها في كوكب آخر. شريط فيديو يظهر استمرار السفارة الإريترية في بريطانيا بجمع ضريبة 2%. وهيومن رايتس ووتش: متاجرون بالبشر خطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين أفارقة في سيناء. تفاصيل النشرة: في حوار مطول أجرته وسائل الإعلام للنظام الحاكم في أسمرة يوم أمس الأول، قال إسياس أفورقي أن من يعتقد بأن إريتريا الديمقراطية والتعددية
حتما يعيش في القمر أو في كوكب آخر. ونصح أفورقي من وصفهم بمن يركبون موجة الديمقراطية بعدم إضاعة الوقت، وقال: من يعتقد بالديمقراطية وتعدد الأحزاب في هذا البلد يمكنه البحث عن مكان آخر في هذا الكوكب. كما تناول في لقائه مسألة لجوء الشباب الإريتري إلى إسرائيل والدول الغربية، متهما جهات خارجية باستخدام الشباب الإريتري من أجل تفريغ القدرات الداخلية وإضعاف إريتريا التي تخشى منها دول إقليمية لم يذكرها بالاسم. واتهم أفورقي الشباب الذي يهرب من جحيم نظامه الديكتاتوري بالسرقة، وقال: يتعلمون في إريتريا على حساب الحكومة والشعب، وكان عليهم خدمة أسرهم والمجتمع بدل اللجوء، ولذا أسمي ما يفعلونه بالسرقة. وقال إن استمرار هروب الشباب من إريتريا لن يقف أمام تنمية البلاد، وأنه لا ينشغل بغيابهم إذا كان هناك شاب لا ينفع، من الأفضل إزاحته حتى لا يعرقل العمل. ولم يخفي أفورقي انحيازه إلى جانب حكومة سيلفا كير في النزاع الذي يشهده جنوب السودان مع نائبه السابق رياك مشار، واصفا الأخير بالانتهازي الذي تعود على افتعال المشاكل منذ أيام كفاح الجنوب من أجل تقرير المصير. وتحدث أفورقي ل1.5 ساعة عن الأمن الغذائي والتنمية ومشاريع هلامية لا تلامس الواقع المعيشي في إريتريا. أظهر شريط فيديو نشرته الآي بي تايمز مطلع الأسبوع أن السفارة الإريترية في العاصمة البريطانية لندن ما تزال تعمل على تحصيل ضريبة 2% من المواطنين الإريتريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، على الرغم من تأكيدات المسؤولين البريطانيين في وقت سابق بأن هذا النشاط قد تم إيقافه. وتظهر لقطات صورة سر داخل السفارة في لندن أن شابا إريتريا يعيش في بريطانيا منذ عام 1990 ويدعى سايمون أجبر على دفع ضريبة الدخل 2% بأثر رجعي منذ أن بدأ بالعمل في شركة التأمينات رومفورد إسكس. وتشير المقابلة مع مسؤولة في السفارة الإريترية أن الذين لم يدفعوا ضريبة 2% لا يحصلون على الخدمات القنصلية. ووصف سايمون، وهو شاب إريتري في العقد الثالث من العمر ويحمل الجنسية البريطانية، ما حدث بأنه ابتزاز، خاصة من قبل حكومة ديكتاتورية تحكم بواسطة رجل واحد دون انتخابات ولا سيادة قانون. ويعتبر جمع ضريبة الدخل 2% من المواطنين الإريتريين الذين يعيشون في الخارج انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 2023 الذي يدين استخدام إريتريا التحويلات المالية لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. والحكومة البريطانية تدعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفرض عقوبات ضد إريتريا. وفي مايو من عام 2011 أبلغت الخارجية البريطانية سفير أفورقي في لندن أن جمع الضريبة من الإريتريين المقيمين في المملكة المتحدة غير قانوني، ويعتبر خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقة الدبلوماسية. ولكن في يوليو من عام 2012 كشفت تحريات خاصة من قبل آي بي تايمز أن سفارة النظام في لندن لم تتوقف عن جمع الضريبة من الإريتريين في بريطانيا. وفي 20 من ديسمبر من عام 2012 أثار مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية مخاوف حول هذا التصرف مع سفير أفورقي في لندن، وطلبوا منه التوقف عن استخدام الوسائل الغير مشروعة لجمع الضرائب في المملكة المتحدة. ويعرض شريط الفيديو الجديد الذي تم تصويره بكاميرا مخبأة في 18 من ديسمبر من عام 2013 داخل مقر السفارة والكائن بشمال لندن بوضوح تبادل الحديث بين سايمون وإحدى الموظفات في السفارة عن ضريبة 2%. كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم أن تجار البشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين معظمهم من إريتريا في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء، طبقا لأقوال عشرات الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات في هذا الشأن. واتهمت المنظمة مصر والسودان في بيان تناقلته وكالات الأنباء بالإخفاق في بذل الجهد الكاف لتحديد المتاجرين وملاحقتهم، وكذلك المسؤولين المتواطئين معهم في خرق التزام البلدين بمنع التعذيب. ويحمل التقرير المكون من 79 صفحة بعنوان "تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر".
وهو يعمل على توثيق كيفية قيام تجار البشر المصريين منذ عام 2010 بتعذيب الإريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، ويوثق كذلك حالات التعذيب على أيدي أشخاص آخرين في شرق السودان. ونقلت المنظمة عن ضحايا الناجين قولهم أن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً عن اعتقالهم وانقاذ الضحايا. وقد أنكر المسؤولون المصريون وجود انتهاكات في سيناء، هذا وقد طالبت منظمة Human Rights Watch السلطات المصرية باستغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للقبض على تجار البشر، وخاصة بالقرب من بلدة العريش، والتحقيق مع أي أفراد أمن متواطئين معهم عند قناة السويس وفي سيناء. وعلى السودان أن يحقق في التواطؤ مع المتاجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل مدينة كسلا وحولها، بما في ذلك مراكز الشرطة. نهاية النشرة. حكوي مدركا يدا وحكو حقا مسكبو صوت المنتدى. وفي ختام برامجنا لهذا المساء مستمعي الأفاضل، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم يوم السبت القادم في برامج جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أجمل التحايا، وإلى اللقاء.